اتجوزت 4 مرات واللي حصل فيهم بجد ما يتحكيش. بس المرة الخامسة بقى المشكلة إن ابن جوزي شافني وأنا واخدة راحتي خالص. صاحبة القصة بتقول اسمي علياء، عندي 37 سنة. اتجوزت 4 مرات بسبب إن أنا ما بخلفش، وفي كل مرة كنت بنفصل بعد سنة ونص أو سنتين. أكتر واحد فيهم استحملني 3 سنين، واضطريت أرجع لأهلي اللي حالتهم على القد خالص، ما عندهمش أي إمكانيات. ده غير إن إحنا 7 بنات، ومن الآخر كده العيشة صعبة جدا، وأنا خلاص ما قادرة أتحمل نظرات الناس ليا، وكمان إن والدي ووالدتي بيتضايقوا من وجودي، إن حصل ليا أكتر من مرة زواج، وفي كل مرة كنت بتمنى إن أكمل، لكن الظروف ما كانتش بتساعدني. آخر مرة دي بقى اتقدم لي راجل عجوز عنده 70 سنة، وكان عنده 3 أولاد، بنتين وولد. الولد هو اللي قاعد معاه لسه، أما البنات اتجوزوا. كان في آخر سنة في الكلية، كان واخد سكن جنب كليته، وجوزي كان بيقولي إن هو بيجهزله في شقته وإنه خاطب بنت خالته، وكده كده هيجي يقعد معانا مش أكتر من شهرين، وهيكون الفرح على طول جاهز. بس جوزي كان دايما ما بيحبش يقعد في البيت، كان عنده محل صغير فيه ملابس، كان شغلته طول العمر وهو تاجر ابن تاجر، وكان دايما يحب بعد ما يقوم من النوم يروح الشغل ويقعد هناك ويجي بعد 5 6 ساعات، لأنه بينخنق جدا من قعدة البيت. وما اكدبش عليكم، من ناحية العلاقة فمفيش خالص، الموضوع محتور معاه شبه منتهي، ولكن هو كان متجوزني عشان أكون معاه ونيسة، أخلي بالي منه وأعمله أكل وشرب وأروقله البيت، وأنا كنت متأكدة إن هيكون هو ده حالي. بس في نفس الوقت كان كل همي إن أنا أمشي وأسيب البيت، عايزة مكان أرتاح فيه نفسيا، بعيد عن الدوشة والمشاكل والديون وإن مفيش، وكل يوم مشكلة شكل عند أختي وعند أولادها ومع جوزها. حياة كده بجد تتعب النفسية، ده غير إن أنا من جوايا كتير تعبانة، كنت محتاجة مكان أهرب فيه بأي شكل، وعشان كده وافقت إن أنا أتجوزه. عمري ما تخيلت إن أنا ممكن أتعب كده، يعني كنت بقول ما الموضوع عادي، إن أنا ممكن أستحمل، ولكن الصراحة اللي اكتشفته طلع غير كده خالص. السن اللي أنا فيه سن صعب جدا جدا، وبصراحة أنا من الشخصيات القوية جدا العنيدة، اللي تحسوا كده إن أنا شخصية قوية، وكمان أنا متربية على حاجات كتير صح، والغلط ما ينفعش. عشان كده كان دايما الإعلام اللي أنا اتعلمته وتربيته إن الغلط غلط والصح صح، وما كنتش بقدر أعمل أي حاجة غلط عشان أنا اتربيت على كده. ولكن مكدبش عليكم، الموضوع ده كان بيخليني عندي عصبية جامدة جدا، ومش بيخليني قادرة أتفاهم أو أستحمل المناقشات أو المواقف الحياة، يعني اللي في الحياة زي ما احنا عارفين. ده غير إن أنا كنت بحس أحاسيس صعبة جدا، وكل ده كان بيأثر على حياتي. كان في السن ده حسيت إن عمري اتسرق مرة واحدة، وبدأ يبان عليا كده كبر السن بعدم اهتمامي من كتر ما نفسيتي وحشة. وفي يوم طلبت من زوجي فلوس وسألني عايزاها ليه، قلتله محتاجة أجيب شوية حاجات وشوية مكياجات وبرفانات ناقصاني. الصراحة هو ما بخلش عليا، قال لي الفلوس عندك وخد اللي انت عايزاه. وفعلا دخلت وأخدت كل المبلغ اللي أنا محتاجاه، وقررت إن أنا أنزل أشتري كل اللي أنا عايزاه. بس أنا طلبت من ابن زوجي، كان عندي في الوقت ده، إنه ينزل معايا عشان مش عارفة بعض الأماكن، وفعلا
ما تأخرش عني وقال لي أنا ما ورايش حاجة، اللي انت عايزاه. الصراحة هو شاب في منتهى الذوق والأخلاق، وده أكتر شيء كان مخليني مبسوطة ومتشجعة إن دايما أتكلم معاه في أي حاجة أنا عايزاها أو إنه يخرج معايا يعني. استأذنت من جوزي وأخدني معاه ورحت جبت كل الحاجات اللي أنا عايزاها وروحت البيت. كنت تعبانة جدا من كتر ما أنا لفيت كتير، بس قد إيه كنت محتاجة أخرج وأجيب كل حاجة وأجدد نفسيتي. قد إيه الحاجات اللي الست بتجيبها يعني، اللي هي الخصوصية اللي بتبقى خاصة بيها قوي، الحاجات بقى اللي خاصة بيها يعني الحلوة اللي انتوا عارفينها، الحاجات دي بتغير من نفسية الست جدا جدا. الصراحة لما كان عندي شوية زهق بسبب إن عمري فجأة لقيته اتسرق مني، وأنا لسه زي ما أنا، لا جبت طفل ولا عندي زوج شاب كده يحبني ويدلعني ويخلي باله مني ويراعيني، ولا ليا بيت ولا مكان. وكنت دايما حاسة إن أنا ضيفة في المكان اللي أنا فيه، وكنت متوقعة وفاة جوزي في أي لحظة، لأنه عنده كمية من التعب رهيبة جدا. بياخد أكتر من 7 أنواع علاج كل يوم، وسنه كبير، ولكن كنت حاسة إن أنا في أي وقت ممكن أرجع مكان ما جيت. والموضوع ده كان بيضايقني جدا، بالذات إن أنا زهقت من كل الجوازات اللي مريت بيها. كانت في كل مرة كل جوازة بمر بأصعب المراحل في حياتي، ده غير إن أنا كنت بخرج باكتئاب جديد ونفسية متدمرة أكتر من الأول. والموضوع ده كان بيتم معايا فترة طويلة، ده غير لما كنت بروح عند أهلي وأشوف الأوضاع والمعاملة معايا، وقد إيه زهقوا مني وانخنقوا ما بقوش عايزيني بسبب الظروف اللي أنا فيها. وطبعا كانت بتصعب عليا نفسي، ولكن ما كنتش بقدر إن أنا أتكلم. الصراحة أكتر حاجة كانت بتضايقني نظرة والدي ليا، بيقولي كل شوية رايحة جاية، بيقولي الناس ما بيصدقوش إنك انت في كل مرة بتتطلقي بسبب الخلف، وبيفتكروا إنك انت بتعملي حاجة غلط. خلاص بقى شوفي لك حل، إنك لازم تستقر بأي مكان. شغل التنطيط كل يوم، روح هتعزل بنتك ودي اعزل بنتك، ده موضوع مضايقني جدا. المهم، ده أكتر شيء كان بيخليني إن أنا خلاص عايزة أروح ومرجعش. كانت نفسيتي وحشة جدا، ما كنتش بنام ولا باكل ولا بشرب، ده غير إن بان عليا الإرهاق جامد وتعبت كمان. بدأ يتكلم معايا ابن جوزي، والصراحة فتحت له قلبي وقلت له على كل حاجة مرت في حياتي، وقلت له كمان قد إيه أنا بعاني من كل الناس ومليش حد، وقد إيه خايفة إن أنا ممكن أرجع تاني. قال لي متخافيش، أنا ممكن أكلم والدي يشتريلك شقة صغيرة تبقى خاصة بيكي يعني، عشان لو حصله حاجة ممكن إنك انتي تكملي حياتك فيها. قلتله بلاش انت عشان ممكن ما يوافقش. المهم، وبدأنا نقرب من بعض كل يوم عن التاني، وبدأ هو كمان يفتح لي قلبه ويقولي قد ايه عانى كتير جدا بعد وفاة والدته، لأن هي كانت قريبة منه جدا، وبنت خالته مفيش بينهم حب، لكن هو واخدها عشان خاطر القرابة وعشان خاطر يتم الود موصول ما بينهم. لكن الصراحة مفيش بينا حب خالص، وأنا مكنتش أتمنى إنسانة أكتر إن هي تكون فهماني من نظرة عينيا، ويكون بينا حب وتفاهم. قد إيه الموضوع ده مزعلني، لكن رغبة والدي مقدرش أقف قدامها. نصحته ساعتها وقلتله صدقني الجواز من غير حب يبقى ملوش أي لازمة. أنا جربت الجواز 4 مرات من غير ما أحب ولا أتحب، وفي كل مرة كانت بتبقى أصعب عليا من التانية. أرجوك راجع نفسك. هو فعلا اتكلم مع والده وراجع نفسه، وحصل بينهم شوية خلافات، وفسخ خطوبته على بنت خالته، ورجع وقال لي أنا عملت بنصيحتك ولقيت كلامك كله صح. أنا عمري ما هتجوز غير الإنسانة اللي أنا أحس إن قلبي حبها،
وإن أنا كمان مرتاح له. وفعلا بدأنا نخرج كتير مع بعض، وكمان قعدته في البيت طولت. والده كان بيتضايق من وجوده، وبدأ يقوله لازم تنزل معايا الشغل. وبقى ينزل معايا الشغل ويجي تاني معاه في نفس الميعاد. مش عارفة ليه حبيت الحياة، وحسيت إن كل حاجة نظرتها اختلفت في عينيا. كنت ببقى فرحانة جدا جدا وهما راجعين، وكنت ببقى متضايقة وهو ماشي، لأنه كنت بحس إن هو بيوحشني. والموضوع ده كان بيزعلني جدا، لدرجة إن أنا عمري ما تخيلت إن أنا ممكن أتحط في موقف زي ده. أنا بشخصيتي وكياني وحياتي عمري ما تخيلت إن أكون ضعيفة كده قصاد حد. من الآخر كده كان أول حب في حياتي، وأول مرة قلبي يدق. وفي السن ده كان الحب بيحرك حاجات كتير جوايا، وكان بيخلي عندي رغبة صعبة جدا أسيطر عليها. وفي يوم كنت قاعدة وواخدة راحتي وبتعامل، بحاول إن أنا كده أهدي نفسي، وهو كان راجع بس بهدوء. في اليوم ده كان تعبان شوية، وقرر إنه يرجع بدري عن ميعاده، وأنا ما كنتش أعرف إن هو راجع بدري. وشافني وأنا واخدة راحتي وقد إيه كنت بتعذب وبتألم. فوجئت بيه قدامي، وما قدرتش أسيطر على كل حاجة فيا، وحصل اللي ما كنتش حباه أبدا. ومن بعدها وأنا نفسيتي ساءت أكتر من الأول، ومبقتش عارفة أروح فين ولا أعمل إيه، بالذات إن أنا معدتش خلاص فاضلي أي حد، ومليش أي مكان غير مكان والدي اللي طول الوقت بيبهدلني وبيزعلني. وخلاص معدتش مستحملة أي حاجة ولا أي كلام. ومر عليا الوقت وأنا بشتاق للحظات اللي اتاخدت غصب عني، وبشتاق لحاجات كتير جدا حسيتها. عمري ما تخيلت إن في يوم من الأيام يحصل كل ده، وإني أكون زي الناس دي. ولكن الحرمان من كل شيء وحش. جوا كل ست فينا ست بتحلم بالزوج اللي دايما يريحها ويفهمها، وكمان يكون متفاهم معاها، وإن كمان يكون الظل والسند ليها. العمر بيمر بسرعة، والست بيبقى ليها احتياجات كتير، وبتفضل معاها موجودة، بالذات إن هي بتزيد مع مرور الوقت وكبر السن. وأنا حاسة إن عمري اتسرق مني، وما لقيتش الإنسان اللي يساعدني. وأكتر حاجة مزعلاني إن يوم ما ألاقي الإنسان اللي يفهمني وأحس كده إن هو مرتاحة معاه نفسيا وبتمنى أكمل معاه عمري، هو الشخص اللي ما ينفعش إن أنا أكون معاه. الموضوع ده تعبني أكتر ما كنت تعبانة. قد إيه في حاجات كتير في حياة الناس بتكون صعب جدا إن هم يتقبلوها. إزاي هكمل حياتي كده؟ مرت سنة وأكتر وأنا ما عملتش أي حاجة غلط بعد اللي حصل، بس في كل يوم بموت أكتر من الأول. والده اقترح عليه إنسانة مناسبة وبنت ناس، وقال له أنا لازم أطمن عليك قبل ما أموت، ولازم تتجوز وأشوفك مرتاح ومبسوط. وضغط عليه جامد جدا، والصراحة أنا كمان قررت إن أخليه يضغط عليه أكتر وأكتر، عشان مش قادرة أستحمل وجوده معانا. والموضوع بقى تعبني بزيادة. وفعلا خطب واتجوز على طول، ومبقاش بيجي عندنا خالص. لكن والده كان بيطلب مني نروح عنده البيت كل فترة، نسأل عنه هو ومراته ونطمن عليهم. كنت أحس في نظرة مراته بالغيرة، وإن هي متضايقة، بالذات إن نظرات الحب ليه مني كانت باينة جدا، وما كنتش بقدر أسيطر عليها. وفي يوم والده توفى، وجه عشان يقوم بالواجبات وكمان يطمن عليا، وقال لي إن أنا متنازل عن حقي في الشقة اللي انتي موجودة فيها. والدي كان كاتبها لي، ودي حاجة كانت بيني وبينه، واخواتي البنات ليهم حاجات تانية كتير تخصهم برا، ومش عايزك ترجعي للحياة اللي كنتي فيها، وأنا هخلي بالي منك، ومن وقت للتاني هبقى أزورك وأطمن عليكي.
عيشي حياتك وأي شيء تحتاجيه كلميني. الصراحة كنت كل مدى بحبه أكتر وبحترمه أكتر وأكتر، وعمري ما تخيلت إن أقابل حد بالشخصية والكرم ده. كان كريم جدا ومحترم جدا، وكان من وقت للتاني بيعدي عليا عشان يجيب لي كل حاجة أنا محتاجاها، وما كانش مخليني محتاجة أي حاجة أبدا. وعلى قد ما كنت بحبه، على قد ما كنت تعبانة من جواي، بس مش عارفة أعمل إيه إزاي هعيش حياتي. لحد ما في يوم رحت أزور أهلي، كانت أختي عندها فرح بنتها الكبير، ورحت الفرح وما اكدبش عليكم كنت مجهزة نفسي على سنجة 10، وما كنتش مخلية ناقصني أي حاجة. وأنا في الجمال على فكرة جميلة جدا، وكل ما بزداد عمر كل ما بزداد جمال. اتقدم لي شخص ولكن مش عارفة أعمل إيه.